البينة على من ادعى. اكتبوا أجركم جزاء أخرى لسؤال البث اللي هو ما هي وظيفة الإمام. وبدون هذه التهاريجكم خلوها عندكم. نحن نريد حوارا علمي، لأن في القانون الإلهي الله سبحانه وتعالى قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما تأتون أنتم هكذا وتدعوا البينة على من ادعى. يلا اللي بعده. السلام عليكم أستاذ ميدو شيعي. تفضل أستاذ شيعي. لا الحمد لله سنة والحمد لله إني على منهج رسول الله. الحمد لله رب العالمين. لكن أنا بدي يعني أسألك سؤال. أنا شفت حديث في صحيح مسلم إن السيدة عائشة أذت النبي. هذا حديث يعني أنا بعتبره له ضعيف عامة، صح؟ وين أذت النبي؟ لا أنا واحد شيء بعتقول أنا سني الحمد لله. طب وين أذت النبي؟ خرجنا الحديث حتى نشوف وين أذت عائشة النبي. طب سؤالي لك، بما أنك تقول أن عائشة أذت النبي، الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. بما أنها تؤذيه لماذا هو يتأذى لزواجها أستاذ؟ والله ما أعرف أنا ما تعرف. لما تعرف إن شاء الله تعالى. ثم لماذا يا أستاذ ما هؤلاء يأتون يستهبلوا، هؤلاء النصارى والشيعة يأتون يستهبلوا هنا؟ ثم لماذا الرسول يمسك في بيته من يؤذيه؟ لماذا الرسول يمسك في بيته من يؤذيه؟ خلاص انتهى الموضوع. يعني وحده مأذيه الرسول ليش يمسكها؟ هي الكره الارضيه كانت واقفه على عائشه رضي الله عنها وارضاها. ثم لماذا رسول الله يتأذى اذا تزوجت عائشه بعد وفاته؟ وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله، يعني يتأذى لزواج من آذته. سبحان الله، والله عجيب، والله عجيب. تفضل استاذ عقيل. هل عندك معاد شيعي؟ يا أستاذ شيعي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخبارك يا بنت الصديق؟ الله يبارك فيك. أنا من الرياض. الله يسلمك. سني موحد على سنة التوحيد. الله أخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك. بارك الله فيك على البث الجيد. بالنسبة للأخ السني اللي سأل أخونا من مصر، سأل على الحديث يا شيخة أن أمنا عائشة رضي الله عنها، يقول هل عائشة أم المؤمنين أذت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في حديث في صحيح مسلم أنا قريته رقم 1479 رقم تسلسل الحديث 30. قال حدثنا عمر بن الخطاب قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس يركضون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وذلك قبل أن يمرن بالحجاب. فقال عمر رضي الله عنه فقلت من ذلك اليوم دخلت على أم المؤمنين عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت مالي ومالك ابن الخطاب عليك بعيبتك. قال فدخلت على حفصة أم المؤمنين بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول والله. فقلت لها والله يا حفصة والله لقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبك لولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء. فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت هو في خزانته في المشربة. فالحديث يا أختنا الله يبارك فيك هو موجود أنا قريته. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. يا أستاذ أبو معاذ، يا أستاذ لو سمحت دقيقة سمحت أنا أعطيتك أنت قريت. لو سمحت يا أستاذ اسمع لو سمحت اسمع. إحنا أعطيناك المجال اسمع اسكت لو سمحت اسمع. الآن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ لا يحل. اسمع أي أحسن. نعم اسمع يا ابن نرجس من أذى النبي يا ابن نرجوس؟ من أذى النبي يا ابن نرجوس هم الشيعة أمثالكم يا ابن نرجس. يا ابن نرجس بما أن عائشة ماذا الله تعالى قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. لماذا الله سبحانه وتعالى هل الله يحب من يؤذي الرسول؟ لماذا قال له لا يحل بهن لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج؟ أما هذا الرجل اللي كان صاعد اللي هو طبعا شيعي ولا يستطيع أن يقول أنه شيعي لأنه يا إخواني يتبرأ من ملته ومن دينه فقط ليطعن في عرض الرسول، لأن عقدته عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي آخر ريق دخل إلى فاه الشريف اللي هو فاه الرسول كان ريق عائشة، لم يكن ريق نرجس. أما نرجس فكان يدخل